اهلا بكل مشاهدينا، ورجعنا لحضراتكم ومع فقرتنا الثالثه في يومنا النهارده في نهارك سعيد. وفقرتنا النهارده في الحقيقه هي من الفقرات اللي ان شاء الله هتبقى ممتعه جدا، وخصوصا ان احنا النهارده معانا اقوى راجل في العالم، وبيشرفنا ان هو يكون معانا النهارده، وده نتيجه احصائيات ومسابقات ويعني مش بنقول كلام من دماغنا وخلاص، احنا فعليا معانا اقوى رجل في العالم، كابتن اشرف كابونجا. اهلا بيك يا فندم. منورنا. شكرا جدا على الاستقبال الجميل. احنا ده سعداء جدا بوجودك معانا النهارده، وسعداء ان اقوى رجل في العالم يكون مصري. الحمد لله. وكلمنا عن البدايات. بدايتك كانت ازاي؟ والله اكتشفت قوتك امتى؟ لا، من وانا صغير. انا مولود في العراق، مولود هنا في مصر لكن عايش في العراق 16 سنه. ابوي كان مقاول كبير جدا في العراق. لما دخلت موضوع الحروب كده، فكنت طفل لسه عندي في ثالثه ابتدائي كده. فكنت ازوغ من عنده واروح اشتغل. يعني كنت بحب جدا اشتغل، لان كنت بطلع اشتغل معاه واخد فلوسي منه اجباري يعني. ما اعتمدتش عليه يعني؟ لا 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 خالص، مع ان ابوي كان غني جدا يعني. لكن دمرنا الحرب، الكويت دمرتنا نهائي. لكن انت ترتيبك ايه في الاخوات؟ الاول. يعني انت البكري. بشتغل ليل نهار، خدت بالك. وكنت يمكن ابوي كان بيضربني كتير، ما يعرفش انا رايح فين وجاي منين. لكن كنت بستحمل عشان اقدر اجيب دينار واحد للبيت وكده. وانا بقيت اهرج مع اصدقائي، وطبعا طفل صغير وكده كسرت واحد جاري مرتين رجله. والله. يعني ما كنتش لسه اكتشفت القوه اللي عندك؟ بص، انا عندي حاجات ما كنتش بقولها لحد. يعني والدتي ما تعرفش. زي ايه؟ يعني الشغل عندي ما بريحش. مثلا لو انا وانا طفل، طبعا هناك كان في ايه، طبعا صواريخ بتتدمر والحاجات دي. كنت بشيل طوب، اشيل رمله، اشيل الحاجات دي كده. فكنت ما شاء الله يعني زي الشاب الكبير مثلا، او راجل زيه. ما هتعبش نهائي اشتغل. الاول كنت مثلا اشيل انبوبه على البرويطه كده اثناء الحرب بقى وكده. بعدها بشهور كنت بشيل 5 انابيب بمشي بيهم. كانت كبيره عليا. فكنت بحاول ارفع يعني على الارض كده عشان امشي. الانابيب تبقى فوق كده. انت قصير مش باين والله. انا بتكلم كلام فعلي، مش كلام مثلا على السوشيال ميديا. ده اللي حصل معايا. بعد كده كسرت دراع واحد برضو، الى تقريبا الاسبوع اللي فات برضه واحد كتفه اتخلع عشان بهرج معاه. الفكره كلها انا بديت. انت بتهرج مش متعصب يعني؟ لا لا لا، مفيش تعصب. يعني ده تهريج. بيت بقى. طفولتي كل سنه بيبان فيها حاجات كتيره جدا. في الشغل، في العمل اكتر يعني. لكن ما كنتش عارف اوظفها فين. والدتي طبعا تقول لك لا ما تعملش عشان العين يعني كده. اما بنعمه ربك فحدث. فما كنتش بعرف اعملها فين او استخدمها ازاي. في مره كان في 6 اكتوبر في 2013، انا مدرب كونغ فو، ماي تاي، شيدوكاي، كيك وان، كيك بوكس، العاب قتاليه كلها. ودخلت الجودو، دخلت الجيش، لعبت الجودو، خدت ثالث واول جودو. ما شاء الله. القوات المسلحه، فضل من ربنا. طلعت من الجيش معايا اصدقاء مدربين، من ضمنهم كابتن ايهاب البوب بتاعنا، مدرب كونغ فو، مدرب منتخب الكونغ فو. فبقول لي ايه، احنا قاعدين بنتصور، فمش قادرين يشيلوا الكاوتش اللودر يرميه لورا. فانا رحت رافع الكاوتش. انت بتجر قطر؟ ده مترو. مترو؟ بص حضرتك، بتجر مترو؟ بص قد ايه، بص من اول للاخر فين. ما شاء الله. يعني عينك يا دوب تجيب الفتحه الاخيره. ما شاء الله. دي انا ساحبها دي كلها. 6 عربيات مترو بوزن 221 طن. ما شاء الله. شفت الوزن قد ايه؟ مفيش حد في العالم عملها يا فندم. طيب ايه اللي خلاك تخيلت ان انت تقدر تعمل ده قبل ما تعمله؟ ده سر بس انا هقوله لك. يعني دي رؤيه بتيجي من عند ربنا. رؤيات، انا كل حاجه بشوفها وانا نايم. عندك شفافيه جدا من عند الله. ما شاء الله. لان النعمه ربنا مديها لي حضرتك، بخاف عليها طبعا. فانا والقوه نعمه طبعا. القوه نعمه من عند ربنا، دي رزق. دي كل واحد ربنا مخصص له حاجه في حياته. فانا الحاجه اللي بشوفها لما بديت مع كابتن ايهاب ده، وزقيت الكاوتش رفعته 10 مرات هم مش قادرين يرفعوه. زقيت العربيه الملاكي بصبعي. طبعا مش كده، لا كده زقيته كده، يعني صبعي واقف. العربيه بتزقها بصباع واحد؟ وهي واقفه. دي سفينه وزنها 700 طن باسناني. باسنانك؟ باسناني. مش بايدك كمان؟ لا لا لا، بص رقبتي يا فندم، وبص ده
كنت بضيع، شاء لكن الله. الحمد لله سحبتها. تاتش وود يا جماعه عشان ما نحسدوش. ما ده شاء فضل الله. من الله، يعني فضل من ربنا. طيب قول لي يعني انت لما خلاص بقى عندك يقين وايمان بان انت عندك هذه القوه، هل عندك استراتيجيه لاستخدامها؟ يعني فكرت تستخدم القوه دي في ايه؟ بص، انا استخدام القوه عندي ده حاجتين اه. ما لهمش ثالث. اولا ان انا اشوف مسيرتي فين، مم. احلامي. يعني حضرتك دلوقتي انا القطر 300 طن بتدرب عليه. انا بشكر سياده الوزير كامل وزير ان هو دايما بيوقف لي على الطلبات اللي انا بقدمها. مم. انا طلبت اول مره مترو وافق عليه، دلوقتي القطر وافق عليه الحمد لله. مم. سحبت 300 طن، هسحب اليومين دول 300 طن باسناني مم. وبكتفي. خدت بال حضرتك؟ في بعدها يا فندم سفينه 11000 طن، في بعدها سفينه 700 طن باسناني، ما شاء الله. في بعدها ان شاء الله وبجري عليه يعني انت دلوقتي عندك خطه. خطه. اه. خطط كتير جدا. مم. في عندنا الحمد لله احنا عندنا الحمد لله الجيش نتطور في عند غواصه البحريه بتاعتنا ونقلت طيارات، سفينه نقلت طيارات برضه ان شاء الله اعين عليهم ان انا هسحبهم. مم. يعني كل فتره او كل سنه عندي طموح كبير لازم اعمله. دي تريلا شحنتين في بعض سحبتها، تريلتين دي. ما انا كنت لسه هقول لك دي يا ريتها عربيه واحده، ده لا، اتنين في بعض. عندي بالنسبه لي حاجه عاديه جدا سهله. بص انا بسحب وبقول للناس صوروا من هنا وتعالوا هنا. دي في اسماعيليه. طب ايه طريقة صلابة. التدريبات اللي انت بتعملها عشان تحافظ على قوتك؟ انا عادي جدا، انا كده دي بتاعت ربنا قاعده معايا، يمكن كل سنه بتزيد معايا. يعني انا عندي اكتشفتها وبقيت اسحب واعمل من حوالي 3 4 سنين. القوه دي عندي. يعني انا من سنتين ساحب القطر المترو، والقطر المترو الانفاق كان 261 طن وكنت بالعافيه بسحبه. دلوقتي انا سحبت ال 280 طن عشان لسه ان شاء الله هنخليهم 300 طن، مش تعبان. ما شاء الله. لا يعني مش اي يعني حاجه. اذا في تصاعد في القوه. الحمد لله فضل من الحمد ربنا. لله. وبتمرن احنا في زمان كنا بننبهر جدا لما نشوف مثلا اللي يتني العمله بايديه، اللي يتنيها بعينيه، كان كل ده حاجة. بالنسبه لنا يعني قمه القوه يعني. صح لكن فعلا. انه ما شاء الله تبقى اوزان بهذا أوزان، الحجم والشكل. مفيش حد في العالم عملها. انت دخلت الموسوعه؟ انا ما هي 3. احكي لنا بقى الحاجات دي قصتها ايه؟ بص حضرتك خليني في اول واحده. دي اغلى حاجه عندي. دي من 2017 وانا بجري عليها. دي تريلا سحبتها باسناني 15 طن و730 كيلو، يعني 70 كيلو. 15 طن اللي هي دي. بص دي شعار موسوعه جنسيه منزلاها عندها. موسوعه جنس منزله ده. دي التريلا اللي دخلت في موسوعه جنس. الهندي انت بتبلغهم قبلها؟ ببلغهم قبلها ب3 شهور. بيوافقوا على الطلب بتاعي. طب هم عايزين كذا ادله. الادله دي طبعا انا بيبقى معايا كذا كاميرا، والاعلام يكون معايا وتصوير، ولازم يكون معايا حاجه اسمها التوتال ومساح اللي هو بتوع المهندسين بتوع الطرق. لازم يقيسوا، لازم ارفع لهم واختام. يعني كل حاجه بالادله، ما فيش حاجه اسمها ابعت لهم فيديو فيصدقوه. لا حضرتك انا من 2015 الى 2018 وانا تعبت معاهم. في 2021 يا فندم انا خدتها. يعني قعدت حوالي 5 6 سنين بجري عشان افهم هم عايزين ايه. والرقم ده ما حدش عمله قبلك؟ لا ولا بعد الى الان. وان شاء الله بس لما اخلص اللي عليا الباقي ده لحد ما اخلص كبير جدا هرجع لهم تاني. وعندي واحده ثانيه اللي هي دي اللي في النص. دي مترو انفاق. دي اللي انت جريت بيها المترو. دي اللي جريت بيها المترو. هو كان سحب 206 طن. انا سحبت 221 طن و60 كيلو. انت تخطيت جدا. يعني حوالي 15 طن. واعمل حسابك يا فندم هو كان سحب عربيه واحده جرار الراس بس. ورد. لا بس انا شايفه فرق بين الاولانيه والثانيه. الاولانيه 15 طن دي باسناني. باسنانك. ودي تريلا عشان كاوتشات هوا وكده. ودي 221 طن. ده بوينت 60 كمان. شفتي. دي في 2022. يا فندم من سنتين بالظبط. ودي ان شاء الله انا هكسرها الايام الجايه دي هتكون 300 طن. انت بتعلي على نفسك طبعا. يعني مش على منافس تاني. لا منافس. ما هو انا المنافس بتاعي. يعني انا لما بليش حاجه بعملها بنافس نفسي. ما شاء الله عليك. اقول في كابونجا واحد اسمه كابونجا ساحب حاجه كده، لا انا عايز ابقى احسن منه. بجد. ما هو انت هتروح فين؟ برافو عليك والله. فبحاول اعلي من نفسي من قيمتي عشان اقدر انافس الابطال. في ارقام كتيره جدا. يعني انا سحبت عربيه برموش عيني، بنن عيني بحط الحديد كده اهو في عينيا وبسحب. والله. ازاي؟ انا ما اعرفش موجوده مع الاعداد ولا لا. يعني انا بس دي عاملها من ضمن الحاجات اللي بعملها.
في بوداني، خدت بالك؟ و طبعا وفي تاني 4 عربيات اسعاف. طبعا مشكور جدا لسياده الوزير الداخليه، قبل كده وافق على الطلب بتاعي ان انا اسحب عربيتين مطافي، قصدي مطافي. فدلوقتي ان شاء الله هقدم طلب تاني. ده عربيات المطافي بتبقى تقيله جدا، محمله ميه جدا، ما يقارب وهي فيها ميه 25 طن. انت كمان بتجرها وهي مليانه ميه؟ هي مليانه، انا جريت 2 في اسماعيليه ما شاء الله. خدت الموافقه من سياده الوزير الداخليه، ربنا يبارك له يا رب، ورحت سحبتها في عيد الشرطه اللي فات، لا اللي قبله. ما شاء الله. كنت عامل حاجه لعيد الشرطه يعني احتفاليه كده، لكن ان شاء الله المره الجايه دي احاول اعملها تحت الاهرامات باذن الله، يعني نفسي اعملها هناك تحت الاهرامات، بحاول اليومين دول، لكن لقيت في دفع فلوس كتير جدا هناك فما خفت شويه. طب معلش انا عندي استفسار، هل مثلا ما فكرتش ان انت تعمل لنفسك شويه فحوصات وشويه تحاليل عشان تعرف سبب القوه دي ايه؟ الموضوع صعب شويه. بص هقول لك حاجه، يعني كان في لقاء احد القنوات الاوروبيه جايبين دكتور فرنسي وحللوا يعني الشخصيه بتاعتي بدون تحاليل كده، فجابوني بين وبين ابطال العالم كلهم، لقوني الحمد لله الحاجات دي من عند ربنا، جينات ربانيه وكده، لكن الباقي كان كله حاجه اسمها مكتسبه، اللي هي عن طريق التمرين، بيكتسبوها عن طريق التمرين. فالحمد لله طلعت مميز منهم، فيهم كلهم طلعت مميز يعني. لكن موضوع التحاليل دي لا، يمكن اول مره اقولها على الهوا، انا كنت في يوم شديت المترو، في مراكز كتيره جدا في امريكا كلمتني. ما كنت لسه هقول لك في والله حاجات عايزين يعرفوها يعني. لا يعرفوها ايه؟ السر ايه؟ ولو عايزين ياخدوا مني عينات وكده، الموضوع كان هيبقى كبير جدا يعني، لكن الله يرحمه والد براشي قال لي لا، رفض. قال لي ان هو كان صديقي جدا والد براشي، الله يرحمه، الله يرحمه، فقال لي لا يا كابونجا، لا يعني ما تعملش كده، احتفظ الحاجه دي في ليك انت، واحنا اولى بيك، هم ممكن ياخدوك في مجال تاني كتير جدا وكده. فانا خفت صراحه، ممكن يستنسخوا منك. هو ده هو قال لي كده، يعني. قال لي هياخدوك المراكز، يعني مراكز طبيه وكده، وهيستنسخوا منك 100%. الموضوع الاستنساخ كان شغال، وفعلا انا اصلا اللي كلمني ما كملتش معاه الكلام يعني، انا قفلت التليفون. طيب الثالثه ايه بقى؟ دي وانا قاعد الايام اللي فاتت دي بتسلى. انا دايما باكل بيض ني، حوالي كرتونه. البيض ني؟ كرتونه. بتاكل كرتونه بيض ني ليه؟ انا كده عادي، بدون الحاجات اللي بعملها. الاستفاده بتاعته ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. انت احساسك ان ده مفيد ليك؟ انا باكل اي حاجه بحسها ان هي حلوه ليا اروح اعملها. واخد كرتونه بيض ني. فانا مراتي بتقول لي ما تخش على النت كده تلاقي في حد ممكن دخل موسوعه جينيس في اكل البيض الني. بس اكل البيض زي يعني البيض محطوط طرشاجه على طول، تحطيها في الشرب وده تشربي. ففعلا لقيت كده، فدخلت، كان هو واحد عامل 9 بيضات في 27 ثانيه، 30 ثانيه. انا عملت 11 بيضه في 27 ثانيه، خدتها. فدي بعتبر دي تسليه كده يعني، فور فان يعني. وانا قاعد كده بتسلى. اصلا انا لقيت باكل بيض ومفيش حد في العالم يعملها، محدش في العالم يقدر ياكل طبق بيض. طب بمناسبه الاكل بقى، بروتوكولك ايه في الاكل؟ يعني مثلا بتتغدى ايه؟ لا بص، هو كل ما هو مفيد. انا شغال في يعني بقوليات، اوكي، لحوم، اوكي كده، بس الكميه. انا مره اتغديت 5 كيلو سمك ما شاء الله. وممكن فرختين عادي، ممكن 2 كيلو 3 كيلو لحمه لو انا بتمرن. انا بتمرن في اليوم. لسه اقول لك، بس اللي بيساعدك الرياضه لو انا بتمرن في اليوم مرتين باكل الكميه دي. ما اكلتش ما اقدرش. دي سفينه اللي سحبتها 4000 طن. دي السفينه 4000 طن. طب 4000 طن ازاي يا جماعه؟ بص يا فندم، ده شيء خارج حدود العقل جدا. بصي دي كرهاكه كبيره جدا. ودي ما دخلش بيها الموسوعه؟ لا، اللي مطلوب فيها 11. هو اللي سحبها كيفن فاست سحب 10000 طن. فانا باذن الله هكسر رقم ب 11000 طن. في عندنا احنا كراكه داخله جديده في هيئه قناه السويس اسمها مميش. ان شاء الله الايام الجايه دي مع محافظ اسماعيليه وسياده الفريق اسامه ربيع ان شاء الله هنحدد ميعاد لسحب الموضوع. طب اسمح لي يا كابتن، يعني الحركه دي او الاداء ده ما بيوجعلكش ظهرك؟ يا فندم انا قعدت حوالي ساعتين عشان اسحب السفينه دي، بكيت اخر بكاء كان شديد. بص انا رميت الكوتش اهو، لما جيت احاول اعملها بتاخدني ترميني في البحر الحبل ده. وبعدين اصلها في حته فيها شحط، يعني المركب اكيد بتشحط. لا هي عميقه، الميه عميقه. عميقه. قعدت حوالي ساعتين، في الاخر ما قدرتش اشدها. فرحت بكيت وقعدت في مكاني.
بكيت يعني، وقلت ولا انا اقوى رجل في العالم ولا اي حاجه. فلقيت بتوع الامن واقفين ده، فواحد بيقول روح شد الصغيره دي مش عارف ايه، فمن غيظي وما قلت له ردتش لا انا عليه. مش هشد الا دي. ما ردتش عليه، لا كنت شديتها بقى، ده من كيدي كده، وكنت متضايق جدا. انا قوتي تبان اكتر لما اكون متضايق. يعني لازم حد يستفزك جدا. انت تخيلي يعني عشان اضرب حد لازم حد يستفزني مره واثنين وثلاثه، ما بضربوش، اشيله زي وارميه. شمشون كده. ايوه. يعني انت بتسيطر على نفسك في الغضب عشان ما تاذيش حد؟ جدا جدا، على قد ما اقدر. يعني انت لو غلطت فيا مره واثنين وثلاثه بسيبك وامشي، بس تلاقيني ايه، منهار. بتشتغل على ضبط النفس بقى. منهار جدا، منهار جوايا في بركان. ان انا اقدر اعرف اعمل فيك ايه. لا انت ما ينفعش حد يزعلك. ما ينفعش حد يزعلك خالص. لا انا في الغضب بتاعي وحش يعني فوق ما تتخيل. انا عندي باب الشقه، والله مكسور. من ايه؟ بسبب غضب. ريحت عليه؟ لا عملته بايديا طار والله، الى الان سايبه على. عندك اولاد؟ عندي ولدين وبنتين. حد منهم واخد قوتك؟ اكيد في ربنا لكن انا الله يحفظهم. يخليك بحاول احافظ عليه لحد زي وصيه امي برضه. طيب سؤال، بتخاف على اولادك من القوه دي؟ ايوه. انا بقول لحضرتك على حاجه، انا عندي انتريه، باجي على اخر حرف الانتريه كده اروح قاعد ومعايا الموبايل بتاعي او اكل وبس كده، يضحكوا حواليا يتنططوا، بسكت خالص. ما اقدرش اتكلم وازعق كده زي الابهات وتشخط وتعمل او حتى سب. لا ما عنديش كده، انا ايزي، يجي يلعبوا معايا. على فكره ما حدش بيقول يا بابا. بيدولك باسمك. يا كابونجا. يعني كلهم يا كابونجا عينيه حاضر. طب ما بتخافش ان هم ممكن يستعملوا القوه اللي عندهم دي غلط غيرك؟ بحاول اظبط معاهم من موضوع النفس ده شويه. هم لسه اطفال صغيره، فمهما كانت الباور بتاعهم عالي مش هيعرفوا يستخدموه. لكن معروف ابني ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، مشاكس وده. حتى والدتهم بالتربيه بتاعتهم صعب عليها. طبيعي. انا عارف دماغهم ايه، لان انا كنت كده. طبعا. فبحاول اظبط النفس معاهم ومعاها هي، بحيث انا امي جبل استحملت كتير يعني، ما هو حضرتك، فاكيد انا عايز الام، طبعا الامهات بتاعتنا غير الامهات بتاعت زمان دي، فبحاول اخليها تتاقلم مع العيال شويه. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. كلمني عن مصارعه المحترفين. انا اول واحد في مصر هنا وطن عربي وافريقيا اسس مصارعه من 2014. معايا فريق الى الان بنلف العالم، بنلف بوطن عربي يعني. رحنا الاردن 3 مرات، وعملنا في مصر هنا عروض كتيره جدا. منها مستشفى السرطان 57 357، وعملت كمان للجيش احتفالات الجيش، وعملت برضه احتفاليات بعيد الشرطه. فان شاء الله، وعملت لسه اخر واحد في فايد الايام اللي فاتت دي من حوالي 3 شهور كده. كان في اكتر من 4000 شخص موجود، فبنحاول. كان معايا بنات وولاد. فدلوقتي ان شاء الله على دخول الصيف ان شاء الله هنعمل حاجه كبيره. اول حاجه حدث هنعمله ان شاء الله في مستشفى السرطان 57 357. الالعاب القتاليه انت شايف ان هي عليها اقبال في مصر او مقدره بالشكل الكافي؟ لا، هي في اقبال عليها الالعاب القتاليه كلها، لكن للاسف مفيش مقدره. لا احنا مقدره عندنا الكره. طبيعي ده في العالم كله. لا هنا في مصر والوطن العربي كمان. الكره عندك في امريكا يا فندم شركات يعني. هو العيب مش في الحكومه، لا ما عليهاش اي هم عندهم سبونسرز للالعاب الفرديه اكتر بكتير. لان اي شركه بتروح بتشوف العاب من بطل العالم هنا، من بطل كذا، طب انا سبونسر بتاعك صحيح. محتاج ايه كذا، لان ده سياسه صناعه البطل يعني. تسلم يا فندم. وده اساسا بيشيل من عنده بالضرايب. يعني انا الجنيه اللي بدفعه مسؤوليه بتشال عندي من عنده 10 مرات ضرايب. فهناك عندهم حاجه كويسه جدا، ان هم بينموا اولا الشباب، ثانيا بيعملوا بيشيلوا عليهم ضرايب. يعني حتى المصانع او الورش الصغيره على قدها بتتمنى اي لاعب. صحيح. والله هنا هل في اي دوله عرضت عليك ان انت تمثلها؟ كتير. اخر حاجه ممكن اطلع لك التليفون دلوقتي اوريكي دلوقتي في المانيا. لكن ردك بيكون ايه؟ سيبني افكر. انا عندي في المانيا دلوقتي اخر حاجه. ليه لا؟ يعني هي الفكره انا ما لقيتش هنا. بص خلي بالك ان الاحتراف في الرياضه لا عيب ولا حرام ولا حد يقدر يجرمه. لا الاحتراف اوكي، لكن ما تلعبش باسم دوله ثانيه. تاخد الجنسيه. هم عارضين عليك ان انت تاخد الجنسيه مش تلعب. انا معايا سي في كبير جدا. غير ده
يعني انا خدت السي في بتاعي دي حاجه ثانيه، وخدت دي مصيبه اكبر، دي حاجه كبيره طبعا. خدت بالك، ومعايا الفيديوهات بتاعتي دي حاجه اكبر. فالجنسيه هاخدها وانا واقف، مش محتاجه كلام كتير. لكن فكره الرجال الاعمال بتاعتنا هنا معميين بنسبه كبيره كده، معميين. انا لفيت على رجال الاعمال. ده مش من اهتماماتهم يعني. ليه؟ طب هم اهتماماتهم مثلا في المهرجانات مش عايز اتكلم مع ان ده من الحاجات المهمه جدا اللي بترفع اسم اي بلد، ان انت يكون عندك بطل غير مسبوق ولا ينافسه احد في العالم وفي نفس الوقت غير مدعوم. فده من الامور اللي عليها علامات استفهام كتير جدا. ليه ما فيش سبونسرز للالعاب الفرديه والالعاب البطوليه؟ لان اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي بطوله منفرده، يعني عزف خارج السرب. عندنا اقوى بطل في العالم واقوى رجل في العالم، والحاجات دي بتبقى محتاجه رعايه، بتبقى محتاجه دعم، بتبقى محتاجه ان انت يبقى في ناس واقفه جنبك بتدعمك، مش كل حاجه بتعملها من جيبك. كل حاجه من جيبي، انا بدفع كل حاجه. بدفع الوفات يا فندم. انا عشان افطر هنا وقبل ما اجي لك كده اهو نص كرتونه بيض مع 2 لتر لبن، باكلهم كده اهو في خلال نص ساعه وانا قاعد بتسلى بيهم. ده من غير تدريب. انت اكلك لوحده ميزانيه بس كده، والحاجه غليت. اي والله انا كل شويه ابص على الاسعار. كرتونه البيض ب 160 جنيه. انا بعمل اللي كنت بجيبها ب 25 والله من سنتين، دلوقتي الله اكبر. فانا بعمل يعني فطارك لوحده بيكلف. ايوه بيكلف، فطار غدا عشاء، وبعدين مش اي حاجه باكلها، لا. اكل الشوارع لا، ليه حاجات معينه في الاكل بدور عليها وباكلها، ما هي دي اللي هتديني باور. طيب طموحك ايه يا كابونجا؟ نفسك تعمل ايه؟ نفسك توصل لايه؟ لا بص، هو انا عندي سلالم، لكن طموحي اكثر. لا قول لي قمه الهرم عندك ايه؟ ده يعني تفكيري من حوالي مثلا اسبوعين، مثلا من اسبوعين ان انا اسحب بالغواصه المصريه واسحب سفينه. طب هتسحب غواصه ازاي؟ الغواصه بتبقى تحت الميه. تحت، ما هي بتطلع فوق برضه شويه كده. اسحبها ان شاء الله. وسفينه ناقله طيران، ولسه عندك طياره 200 طن. واخد حضرتك؟ دول نفسي اسحبهم اول الايام الجايه دي كده. انت عارف في الدول الاوروبيه ربع اللي انت بتعمله ده بيتعمل له شو عامل ازاي؟ رهيب. وجمهور بيبقى قاعد عامل ازاي؟ وتذاكر متوزعه عامله ازاي؟ تسلمي يا فندم، هو ده المطلوب، الدساكر والحاجات. يعني انت بيبقى ليه حضور من كل العالم لانهم جايين يشهدوا حاجه مش هيشوفوها تاني، ورب الكعبه ما هيشوفوها تاني. عايز اقول لك، شفت السعوديه متقدمه ازاي؟ على اي حاجه بيعملوها لها شو. اي حاجه بسيطه. نقل الطيارات، شفت نقل الطيارات من جده الرياض؟ اتعمل عليها شو رهيب. ليه؟ صحيح. وهي ماشيه في الطريق يا جماعه، اللي هيصور او مش عارف ايه هيكسب احلى فيديو يتعمل مع الطياره. انا عملت ترويج. هو عمل ترويج كده للسعوديه على مستوى العالم، لما كلهم يخرجوا بالتليفونات، فعمل شو كويس جدا. صحيح. الطيارات دي ممكن نحط عليها سبونسر. تخيل انت حطيت عليها سبونسر، الطيارات دي كلها اتشافت بالرعايه بتاعتها. بقى الموضوع اكبر من كده. يعني هي اتسوقت بس ما اتسوقتش للسبونسرات اللي تخش. يعني اي سبونسر يخش ياخد والله يعني انا شايفه انه لو اتعمل لكابتن اشرف عرض ويتعمل له البروباجندا العالميه الكافيه، ونستغل وانا بقول نستغل مسمى او لقب اقوى رجل في العالم اللي هو واخده، يتعمل شو سياحي مش طبيعي. نفسي، ما هو ده انا حاولت فيه. قدمت طلب لسياده الوزير السياحه، لا شباب الرياضه الدكتور اشرف صبحي. للاسف ما عرفتش اقابله. انا مقدم له كل حاجه، وانا عندي كمان ايفنت كبير جدا هسحب قطر. بتجرب مع وزاره السياحه. طب مالها وزاره السياحه؟ هعمل بيها ايه؟ ما هو اللي انت هتعمله ده ترويج للسياحه. ما انا كنت عايز اعمله يا فندم، ده من الاهرامات. الكلام ده من حوالي اسبوع. انا لكن لقيت في شركه خدوها، يعني كانت وزاره السياحه لا راحت الهيئه، بقى دلوقتي شركات خاصه. يعني طلبت دلوقتي ان اعمل حاجه ايفنت هناك ب 350,000 جنيه، غير التصريحات هتخش ب 600-700,000 جنيه. منين؟ وانت ما معكش سبونسر. انا لو معايا سبونسر، يعني في حفلات يوميا بتتعمل على الصوت والضوء، هتسمع عنها حاجه. لما انا اجيب مثلا اتوبيس سياح اجانب، تمام، مره في الاسبوع، وزاره السياحه او شركات السياحه هتعمل ان في بطل فلان وفلان هيسحب اتوبيس وانتم موجودين فيه في الحته الفلانيه. مش هديها ترويج؟ طبعا. الاجانب كلها هتعمل لنا دعايه. لما مؤاخذه، هو انا اسف، هو مين ادى ترويج اليومين دول للاهرامات؟ مين؟ كلب.
صح كده؟ الكلب طلع ترند. العالم كله تابع الاخبار. واللي مطلعه ايه؟ حته واحد اجنبي راكب الباراشوت دي بيقول عليها ايه؟ شاف الكلب شافه بالصدفه صور، قالوا ازاي طلع ده فوق، ده رهيب، ده فرعوني، ده كلب فرعوني، طلع الى الان ترند. الى الان من حاجه ببلاش. واحنا عندنا ترند جاهز، يعني انت لوحدك ترند يعني. انا ممكن ممكن اسحب اتوبيسين 3 4 ل 10 اتوبيسات، انا جاهز ل 10، احط له اتوبيسات واحط فيهم سياح واسحبها. ايه المشكله؟ والله ومش طالب فلوس على فكره، انا مش طالب فلوس والله، ما طالب فلوس. انا اعمل دعايه لبلدي ومش طالب فلوس. يعني انا عندي خطط كتير جدا، لكن للاسف حتى انا لما رحت وزير الشباب والرياضه ما حدش قابلني. عشان كده احنا بنقول انه دعم الالعاب الفرديه بشكل عام مهم جدا، ولما يكون عندك في بلدك بطل غير مسبوق ومفيش منه في العالم كله، لازم نستغل ده، لازم نستغل ان البطل ده مصري موجود معانا ورافض انه يروح اي دولة، ورافض انه يروح ياخد جنسية اي دولة تانية، وحابب بلده وعايز يدي لبلده وبيصرف من جيبه. فأنا بحييك والله على انتمائك وعلى ولائك، وبحييك على الإنجاز الرهيب اللي انت عامله، اللي محدش قبلك عمله، وأعتقد ان محدش بعدك يعمله. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. شكرا على وجودك معنا يا كابتن. شكرا ليك. مشاهدينا بعد الفاصل وفقرتنا الرابعة مع إحسان.